زي ما احنا بدأنا التوقعات عن مباراة مصر وبلجيكا الأسبوع اللي فات مع أبو جهاد الفلسطيني، احنا بنكمل النهارده برضو مع أبو جهاد الفلسطيني في مكان عمله. تمام. وبنسأل النهارده توقعك ايه إن شاء الله، مع إن توقعك المباراة اللي فاتت كان خاطئ. تمام. نتمنى ان شاء الله ان التوقع المره دي يكون صح، مع انك يا ابو جهاد انت ما كنتش بتتمنى لنا الخير المره اللي فاتت، كنت عايز بلجيكا هي اللي تكسب. فاحنا النهارده بنسالك توقعك لمصر ايه يا ابو جهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا ما المره اللي فاتت مش ما كنت اتمنى الخير، انا بس كنت بقول ملاحظه انه كانت بلجيكا قويه، لكن من بعد ما شفت المنتخب مصر وازاي لعبوا فادركت انه منتخب مصر ان شاء الله هيجيب الفوز النهارده، وهيجيب نتيجه لا اما 1-0 لا اما 2-1 لمنتخب مصر باذن الله. لان اتوقع مين اللي يجيب الاهداف؟ اللي اتوقع ان شاء الله ممكن هيجيب هدف امام عاشور ومحمد صلاح ومرموش. دول يعني ربنا يكرمهم ويجيبوا هدف. فانا ان شاء الله بتمنى الفوز لبلد الثانيه هنا مصر. طبعا لان شفت اللعب اللي المره اللي فاتت فلقيتهم الحمد لله حسام حسن مجهزهم جدا للكاس العالم، وباذن الله الفوز ليهم باذن الله عن قريب باذن الله. بامرك يا رب ان شاء الله. يعني انت تتمنى ان شاء الله المنتخب يكسب 3 كده هو، عشان انت ذكرت 3 اهداف ابو جهاد. ان شاء الله بتمنى لهم 3 و4 و5 ان شاء الله يفرحونا، ان شاء الله يفرحوا كل الشعب المصري هنا. نتمنى ان شاء الله يا رب. ومعانا كمان احمد فلسطيني برضو، ماشي. تتوقعك ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله 2-1 منتخب مصر ان شاء الله. مين اللي هيرز؟ مرموش وامام عاشور ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وتوفيق يا رب لمنتخب مصر ان شاء الله. شغلكم هنا اهو؟ شغلنا هنا محل ملابس حريمي هنا. تمام. طيب نتمنى منك ان انت لو كسب ان شاء الله المنتخب تعمل لنا خصم. نعمل خصم ان شاء الله لكل المتابعين، لحضرتك لمتابعينك 20% ان شاء الله، ولو كسب ان شاء الله منتخب مصر ان شاء الله خصم 50% باذن الله ان شاء الله. طب عنوانك بعد اذنك ابو جهاد؟ عنواني هنا 45 شارع عباس العقاد بجوار بنك مصر عند القبيسي بتاع العصير. القبيسي بتاع العصير يا جماعه. تمام. عماره 45 بجوار القبيسي في عباس العقاد. في نقطه صغيره بس حابب اوضح ليها بالنسبه لاخواننا في غزه واخوتي هناك وعيالي كلهم بيتمنوا الفوز لمنتخب مصر، واللي المره اللي فاتت ظهروا بتشجيع كبير جدا في مصر في غزه، وكلهم بيحبوا الشعب المصري جدا وبيحبوا منتخب مصر، وباذن الله بتمنى الفوز للمنتخب المصري الشقيق حبايبنا وجيراننا الاعزاء. ربنا يكرمهم ان شاء الله يحفظهم ويدونا نتيجه النهارده حلوه، وباذن الله بقياده حسام حسن باذن الله. ان شاء الله ينصر مصر يا رب وينصر غزه يا رب. بس استاذنك بس رقم تليفونك لو حد عايز يتواصل معاك. تليفوني هنا ان شاء الله 010 127 899 72. تمام. اخويا برضو كمان مصري، طالما صورنا مع الفلسطينيين نصور مع الجانب المصري ونساله عن توقعه عن مباراه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله محمد صلاح هيرفع راسنا ان شاء الله. ان شاء الله الماتش هيخلص 2-1 وزيزو ان شاء الله يرفع راسنا ان شاء الله يا رب. تمنياتنا ان شاء الله. شرفتش باسمك. زياد اهلا وسهلا يا زياد. ان شاء الله ربنا ينصرنا، وان شاء الله يا جماعه في توقع ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله ضد الاردن ايران، وان شاء الله نيوزيلندا ان شاء الله تكون سهله المباراه ونكسبها بامرك يا رب. بنكمل توقعاتنا يا جماعه مع عبده. تمام. اللي توقع المباراه اللي فاتت ان مصر تكسب وتوقع ان هي تكسب 3-0، بس نسال النهارده نيوزيلندا ايه الوضع النهارده مع مباراه منتخب مصر مع نيوزيلندا. ان شاء الله نكسب 1-0. مين اللي هيحرز الاهداف؟ امام عاشور برضه. امام عاشور او محمد صلاح. محمد صلاح. واحد من الاثنين. تمام. ده مكان شغلك برضه؟ يا باشا عندي منافيل جنس وجبردين وكرتان وكل حاجه موجوده. عنوانك بعد اذنك يا عبده؟ 45 عباس العقاد بجوار الكوبيسي وبنك مصر. تمام. يا جماعه اللي عايز برضه يشتري برضه من عبده ينفع عبده. تمام. ده عنوانه زي ما قالوا 45 عباس العقاد. تمام. بجوار القبيسي وجوار بنك مصر وجوار محل اصفري. تمام. رقم تليفونك للمتابعين يا عبده؟ 011 433 74 680. في خصم لعم علي 25%. 25% يا جماعه. بيعلي على ابو جهاد. ابو جهاد قال 20% وقال 50% في حال فوز منتخب مصر. ماشي. لكن عبده بيعلي على ابو جهاد وبيقول 25%. شكرا عم علي. شكرا يا عم عبده.